طبعا احنا متحركين من خط الصخر إلى الصبة، عشان نجيب زبير للباقور. فالمسافة تقريبا ممكن تكون ساعة، ساعة وربع. هداك نادي وده الجوكر وجعفر وعباس وانا فمتحركين، ونحن ماشيين في طريقنا طوالي بتلقى المنجم بتاع الكمريب، من أكبر المناجم في السودان ومن أنظف المناجم. ففيه أحدث الكافتريات والمطاعم والسوبر ماركت ونادي المشاهدة. فما شاء الله يعني منجم كبير. فانت جيت بيها لازم تجيب تشيل حاجة الدايرة انت وتمشي بطريقك، لأنه قدامك كده تاني إلا الصبة. هنا طبعا لقانا وعلوة سلم علينا وقال داير له تقريبا حاجة من الصبة، فقال لي جعفر تجيب لي زبير للتقنو 50، لأنه هنا الزبير ما في. فهنجيب لي الحاجات ده. طبعا عباس قال لي قدام يا معلم المسافة لسه طويلة، فقلت له إن شاء الله بنصل. ذاك جعفر طبعا قاعد يبشر مبسوط اللي ضارب المكيف ده. فطبعا يا جماعة ده منجم كبريب فيه قرابة 4000 ولا 5000 من العمال، يعني منجم كبير جدا. وزي ما ذكرت لكم تم تصنيفه من أكبر المناجم ومن أنظف المناجم، فتعامل راقي جدا. والناس هنا كلها أخوان، الناس دي كلها جات من ولايات مختلفة من السودان. طبعا ده الجوكر هنا اتلفت عليه كده قال لي يا معلم اديك مويه باردة. طبعا جمعه مويه الصحة وبارد. قلت له اصبر شوية المسافة لسه. أخذ ابتسامة كده وقال لي يا أخي المكيف ده بارد. الضحكة دي معناها ده هو بردان شوية. فالجو بارد جدا وأمامنا كده حاجة جميلة. نسمع لحافظ عبد الرحمن. بعد ما استمعنا للموسيقار حافظ عبد الرحمن مقطوعة موسيقية جميلة جدا مع الجودة. فأنت ماشي في الطريق بتلقى بيوت دارب قدامك، دي بيوتهم، دي حياتهم على عايشينها. حياة بسيطة جدا، بهايم بياي يشتغلوا بياي في الذهب. فحياة بسيطة جدا. والموية طبعا متوفرة هنا. شايفين الجبال ده يا جماعة؟ شايفين الصحراء اللي قدامكم دي؟ الجبال دي كلها كده عبارة عن ذهب. كويس كبير جدا صحيح. طبعا بعد ما تقريبا زي دقيقتين ثلاثة كده فباقي لنا حكاية 20 دقيقة 15 دقيقة عشان ما نصل الصبة. فلو سألتوني ليه سموها الصبة، لأنه يا جماعة الإنجليز زمان عملوا صبة كبيرة. فبعد كده الناس الجات المنطقة دي سموها الصبة. سموها الصبة لأنه فيها صبة كبيرة من زمن الإنجليز. فالصبة جميلة جدا، سوق كبير، أي حاجة متوفرة فيه.
فأكبر منه سوق نوراية، والنوراية تعني للعبيدية. فالمناطق دي طبعا عشان هي بعيدة، عشان كده الأسعار بتكون شوية غالية. فالحاجة اللي بتلقاها هنا فرق من في المدينة. فعشان كده الناس لما تنزل البحر هو العبيدية، ويقول لك احنا نازلين البحر معناته ماشيين العبيدية. فبتحاول تجيب حاجاتها كلها كده، الحاجات المحتاجين لها كلها كده بيجيبوها معاهم، لأنه هناك السعر مناسب، هنا شوية السعر غالي. فعشان كده الناس اللي بتنزل بتسجل حاجاتك بيجيبوها لك. فماشيين احنا في طريقنا، وزي ما ذكرت لكم الجبال دي كلها عبارة عن ذهب، محتاجة بس الناس تصفي النية وتقول بسم الله. وأنا متأكد الناس هتستفيد، الناس هتستفيد. يا ناس اللي بيستفيدوا لو سألتوني ناس المنطقة ذاتهم، يعني المنطقة دي تابعة لولاية البحر الأحمر. لما المنطقة دي يكون فيها إنتاج بتاع ذهب، أكيد هيكون في عمار للمنطقة دي، في تنمية، في حاجات كتيرة هتصل الصحراء دي، في عادي الخدمات تصل لغاية هنا، لأنه بلد منتجة والولاية هتستفيد. فالناس صفت النية، أنا متأكد كلنا حنستفيد. نسمع لحاجة لمروة ولي. وطبعا ماشيين والله ربع ساعة غرفة شايفينها دي طبعا شركة عن الموية، دي طريقة انت ماشي على الصبة. لما انت ماشي على الصبة شايف المناظر جبل كده، شجر جاي راس ماشي، حركتنا حركة السودان دي حاجة بسيطة. ما شايفين ان احنا ماشيين، وده بوكس بتاع الرشايدة. طبعا الناس دي بيكون عندهم خطوط هنا، عندهم ابار، عندهم حياة، غاية المهم حياتهم عبارة عن خلا بس. الناس دي بتعيش هنا في الخلا، تترزق من الدهب ده. عن الرشايدة دي من بدري يعني احنا سامعين بيهم انه ناس دهب. ففي طريقك انت ماشي عادي بتلقى ناس في الطريق يوقفوك عشان ما توصلهم معك. فشايفين التايات دي شباب ديل طبعا ماشيين الصبة، واقفين تقريبا عندهم زي 4 ساعات. فلما احنا جينا وقفنا لهم وركبوا عشان ما نوصلهم. انت بتجيب في الشارع انت وحظك، يا شكمان بتركب. الشكمان ده طبعا عربية كبيرة، صلاة المغرب، شكمان عربية كبيرة طبعا بتشيل الحجر، وبتشيل لها حكاية 350 شوال 250 شوال. فدي برضو لو لقيتها بتركب فيها بتوصلك. ديل برضو وقفنا لهم ماشيين الصبة. فدي حاجة جميلة جدا، الحاجة دي ما بتلقاها إلا في السودان. كونه تكون ماشي كده وتأشر الزول عشان ما يجيب لك يوصلك قدام، فيتحداك ما بتلقاها في أي دولة إلا في السودان هنا.
فنحن ماشيين في طريقنا كده. طبعا ده شجر النبق الفارسي بيجي شايفينه، ولا له يعني ما شاء الله. البلد دي طبعا في الخريف جنة عديل كده، يعني في الخريف تحس نفسك انت قاعد في الهند، في سنغافورة، في ماليزيا، في جنوب السودان، في المناطق الخضراء دي. فده في الخريف منظرها بيختلف عديل كده، يعني في الخريف جمال ما طبيعي. فنحن ماشيين والسكة طويلة، وجانا وقلنا مرحب بالسلامة. الليلة جانا وقلنا للدبشان وداعا، وللحروب الهيلة مانا وأصله ما فيش ليها داعي، وما بتجيب غير المهانة. ويلا نمسح دمع نازلة وننصب الأفراح، بكان نغني غنوات المحبة تكون بدل طلات ودانا، وننزع الألغام ونزرع الفشل وبرتكانة، والبهايم فيها تسرح أوسخ الغز باستكانة. ويلا نمني ولدنا سوا ونرفع السودان برانا. فدي طبعا حاجات كده ونحن ماشيين. الجو الفارض نفسه ده كنت أجدع نصين كده. فبعد كده نحن داخلين على الصبة بعد كده احنا داخلين على. فزي ما ذكرت لكم سابقا سموها الصبة لأنه هنا في صبة عملها الإنجليزي من بدري، عشان كده سموا الحتة دي الصبة. قدامها طوالي نورايا، من نورايا دردورة، من دردورة قهوة عمر، من قهوة عمر العبيدية، من العبيدية تاني عطبرة. فنحن داخلين على الصبة. فبعد كده ما باقي لنا حاجة كده، نحن داخلين على الصبة، سوق الصبة. طبعا لو جيت الصبة دي لو ما أكلت إن عمك إبراهيم عنده فتة، لو ما ضربت عنده معناته انت ما جيت الصبة، ولو ما قابلت المصري معناته انت ما جيت الصبة. فدي حاجة كده بارزة، يعني من المعالم البارزة مطعم عمك إبراهيم. فالحياة هنا جميلة جدا برضو، سوق ما شاء الله عامر. هنا بتجي السوق هنا برضو لو نقصت لك حاجة بتيجي تشيلها من هنا لأنه أكبر من المنيا هناك. فأي حاجة متوفرة، شايفين ورشة الحدادة، ميكانيكية، يعني أي حاجة متوفرة. ففي حاجات ممكن هناك ما تلقاها، هنا تجي تلقاها موجودة. فالمسافة ما بعيدة طبعا، لكن من هنا المسافة لنورايا تقريبا ساعة بتكون هناك. طبعا نزلنا هنا طبعا من العربية، نزلت بغادي طبعا. جعفر مستمتع من الجو ده يا معلم. جو ذاته ما شاء الله عديل. الليلة ما صدق ذاته شم هوا كده يا معلم، وجبنا بيجاج عشان قلنا نفسح شوية كده. وطبعا عباس طبعا ماسك الخريطة مين اتحركنا من هناك، فنزل بيجاي. وداك نادر طبعا فتح باب العربية كده، قال لي صور المنطقة دي. قلت له جدا يا معلم، شايفين الجو ده كيف؟ جو عجيب يا جو ما شاء الله تبارك الله. الجو زي ده انا ما لقيته الا في امريكا الشمالية. طبعا ده الجو قرينا نزل يا معلم، ده الزبير بتاع البابور. طبعا شايفينه الناس كلها رفعت يدها باي. طبعا كانت رحلة جميلة جدا، استمتعنا والمناظر الجميلة. فقلنا نمشي معاهم جوا كده. طبعا كده احنا ماشيين داخلين على السوق كده، نخشى الحداد ده نزعله. لو لقينا الزبير ده نشيله منه، لو ما لقينا داعي الا نرسل نورايا. طبعا ده السوق، شايفين سوق ما شاء الله عامر، يعني سوق جميل جدا. يعني احنا كده ماشيين في نص السوق. فسوق الصب اكبر من سوق المنجم. فدي كانت رحلتنا، وسعنا عليكم من خط الصخر الى الصبة. فان شاء الله تنال اعجابكم.